السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. دي تاني حلقة في تفريزاتنا النهاردة، وهفرز معاكم القلقاس. طبعا انتوا شايفينه ابيض وزي الفل ونضيف، ومفهوش اي حاجة خالص، ولا فيه اي حاجة مش نضيفة ولا حاجة مش كويسة. نضيف كله وزي الفل اهو قدامكم. وادي السلق بتاعه زي ما انتوا شايفين، انا عملته لكم بطريقة حلوة كده. انا حطيته في الكيس بعد ما عملته، وهقسمه كده مربعات زي ما انتوا شايفين، عشان لما تيجي تطلعي تلاقي الجزء اللي هتطلعيه على القد، ويطلع معاكي بسهولة. يا دوب بس تفتحي الكيس، تكسري المربع اللي انت عايزاه وتقفلي الكيس. احنا معانا النهاردة 3 حبات من القلقاس. طبعا القلقاس عشان تجيبيه لازم تبقى القلقاسية مدورة كده وحلوة محفلطة كده معاكي، ولا فيها نقر ولا فيها خرام ولا فيها اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا هنا فوطين، فوطة هنضف عليها القلقاس واقطعه، والفوطة التانية همسح بيها القلقاس لاني انا مش هغسله النهاردة. اول حاجة بسيب الحتة اللي هي الفل اللي فوق ديت عشان امسك القلقاسة منها، لاني انا هنضفه دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. مش هلمس القلقاسية خالص، كل اللي هيلمس القلقاسية السكينة. انا همسكها واتحكم فيها من الجزئية اللي فوق ديت. وطبعا هبدأ انضف كده زي ما انتوا شايفين، مش هلمسها خالص. طبعا بيتقطع معانا بسهولة، وانتوا عارفين القلقاس بيبقى جامد، فمسكة السكينة كده كمان ولا تخليكي تتعوري ولا اي حاجة. انت كده متحكمة في السكينة، والسكينة سلاحها لتحت، فعمره ما يعورك ولا عمرك هتحسي ان هو مشكلة في تنظيفه. طريقة سهلة في التنظيف بتاعه، وتعمليه على طول وبسهولة وتتنضف معاكي بسرعة. طبعا انا نضفته بقى كده، ببدأ بقى اشيل الزيادات، اي حاجة كده موجودة بشيلها. كده نطفت معايا وما بقاش فيها اي حاجة. هبدأ بقى اشيل الجزء اللي فوق. خلاص كده القلقاسية نطفت معانا، فبدأت امسكها بايدي واشيل الجزء اللي فوق. وفي الفوطة التانية النضيفة هبدأ بقى امسحها كويس كده. وزي ما انتوا شايفين القلقاسية نضيفة. هبدأ بقى انضف اي حتة كده ما اتشالتش، اي حتة غامقة ما اتنضفتش، بنضفها كويس وامسحها بالفوطة واغطيها كويس. وابدأ اعمل بقية الكمية زي ما انتوا شايفين كده، عملتهم بنفس الطريقة. وزي ما انتوا شايفين القلقاس معاكم نضيف مفهوش اي حاجة. طبعا انا هعمله النهاردة معاكم، مش هغسله. احنا هنفرزه كده يا جماعة زي ما هو، وهتقطعيه زي ما انت شايفة كده اهوت على البلانشة. طريقة سهلة وبسيطة في تنظيفه وفي تقطيعه. قطعيه بقى مكعبات كده زي ما انت عايزة، مكعبات صغيرة مكعبات كبيرة زي ما تحبي يعني. وابدأ بقى اقطع الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. شايفين يا جماعة؟ والله زي الفل ونضيف ومفهوش اي حاجة. الكمية معاكوا زي الفل. وهبدأ بقى اعبيها في الاكياس على حسب الكمية اللي انا عايزاها. وطبعا بنفس الطريقة كده هنسحب الهواء من الكيس، وهنربطه كويس زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اربطه
وابدأ بقى اسحب بقى بقية الكمية كده، افردها في الكيس، ولا كده ياخد مساحة معانا ولا اي حاجة. الكيس بقى معانا مبطط كده ومش واخد مساحة. هنعبي بقى بقية الكمية. طبعا القلقاس زي ما انتم شايفين كده يا جماعة قدامكم، نضيفه زي الفل. هبدأ بقى اعمل الكمية كلها، طلعت معايا زي ما انتم شايفين كده. ولا ياخد مساحة في الفريزر ولا اي حاجة، مبطط كده وساحبين منه الهواء زي ما انتم شايفين. هنبدأ بقى نعمل ايه السلق بتاع القلقاس. احنا كده خلصنا القلقاس، هنركنه على جنب وهنبدأ نعمل السلق بتاعنا. انا غسلته ونضفته من العروق، بس معلش للأسف يعني ما تصورتش الجزئية دي. حطيت 3 معالق كبار من السمنة البلدي ومعلقة توم كبيرة مفرومة، وهاخده على البوتاجاز لحد ما يتحمر معايا ويتقرمش كده زي ما انتم شايفين، وياخد ايه اللون دوت والقرمشة اللي انتوا شايفينها ديت. انا هنا بقى بحب اطحنه بصراحة في المطحنة، بيبقى ناعم كده وما بيبقاش فيه حبيبات ولا اي حاجة، بيبقى عبارة عن سايل كده مع الشوربة وبيبقى جميل وحلو. هبدأ بقى اطحنه اهو زي ما انتوا شايفين. انا لقيته خشن شوية، رحت طحناه شوية تاني وعملت الكمية كلها بنفس الطريقة. اهو انا طحنته كده، بيبقى مطحون ناعم كده حلو، ما يبقاش ايه يعني وانتي بتاكليه كده حاسه ان في شوائب كده او اي حاجه في الشوربه، لا ده بيبقى ناعم كده وحلو وطعمه حلو في الشوربه. ببدأ بقى اخد الكميه كلها كده احطها في كيس تلاجة زي ما انتوا شايفين معانا كده، وابدأ بقى افرده وابططه عشان ايه يبقى مفرود معايا، وكل مكعب يبقى حلو كده ومش تخين. ببدأ بقى اسويه كده زي ما انتوا شايفين. بجيب عصاية الشيش وابدأ بقى امشي كده على الكمية كلها عشان تبقى كلها مسطحة كده زي بعضيها كده. تمام اتظبط معانا. هبدأ بقى اقسمها مكعبات. دي اسهل طريقة يا جماعة نعمل بيها السلق، وطريقة بسيطة جدا وبتريحني كتير قوي. وكل مكعب بعمله على قد طبخة. تفتحي الكيس تكسري المكعب اللي انت عايزاه، عاملة كمية اكبر تحطي قطعتين براحتك. بعمله كده وبطبق الكيس وبحطه في الفريزر، بيفضل المربعات دي كده زي ما هي. ممكن بعد كده هوت لما يجمد تكسريها وتحطيها في علبة وتقفليها، بس انا بسيبه كده في الكيس زي ما هو. وقت ما عاوز بطلع الكيس واكسر المكعب اللي انا عايزاه واعمله. وادي كده خلصنا السلق بتاعنا والقلقاس، وزي ما انتوا شايفين حاجة زي الفل. اللهم احسن ما بين ايدينا. لو الفيديو عجبكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يجيلكوا كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.